السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد معاكم دكتور محمد أحمد أبو هاشم نجار، خريج صيدلة الأزهر 2022. النهاردة إن شاء الله حابب أتكلم مع طلبة الثانوية، سواء كان ثانوية عامة أو ثانوية أزهرية. أولا بحب أبارك للناس اللي حصلوا على مجموعة عالية وأقول لهم ألف مليون مبروك وربنا يوفقكم في حياتهم. أما الناس اللي هم مش حالفهم الحظ معانا، أحب أقول لهم ما تزعلوش، وده مش نهاية المطاف معانا، بالعكس دي ممكن تكون بداية ليك لنجاح ان شاء الله. وفي مثل بيقول ان تكون قمه في كليه قاع خير من ان تكون قاع في كليه قمه. بمعنى ايه المثل دوت؟ في ناس كتير جابوا كليه طب وكليات صيدله واسنان وهكذا، ودخلوا الكليه وفشلوا وسقطوا سنه واثنين وثلاثه، وناس كانوا معايا شخصيا في كليه الصيدله سقط سنه واثنين وثلاثه، وكان بياخد السنه في اثنين، وكان الوضع بيبقى سيء جدا. فلو انت حضرتك حابب تكون كده، يعني تكون حاجه مش كويسه طبعا. ولكن انك تخش كليه عاديه، مش شرط طب، مش شرط صيدله، مش شرط اسنان، تخش كليه عاديه وتثبت نفسك فيها، هي دي افضل حاجه بالنسبه لك انت. وعلى فكره احنا هنا عندنا في مصر اصلا اللي عملنا فرق بين كليات القمه وكليات القاع والكلام ده، مفيش اصلا حاجه اسمها كليه قمه وكليات قاع، كل الكليات بتكمل بعضها وكل الناس بيكملوا بعضهم، مفيش واحد احسن من التاني ولا حد افضل من التاني الا بالعمل بتاعه. كان زمان كان في التنسيق زمان كان كليه طب بشري كان اول رقم واحد، رقم اثنين على طول كان بعدها صيدله. طيب اشمعنى صيدله كانت رقم اثنين دلوقتي بقت رقم ثلاثه وممكن تبقى رقم اربعه وخمسه وهكذا؟ ليه بقى؟ ده في حاجه اسمها عرض وطلب، يعني في زي السلعه كده، عندي مثلا الدواء الفلاني في عليه طلب كتير، مثلا زي الايه، زي الديكلوفين مثلا عليه طلب كتير، وبالتالي الناس بيكون عليه الاقبال اكتر. طيب الطلب كل ما يكون اكتر على حاجه، كل ما التنسيق بتاعها يعلى ويزيد معي. انا هخاف من ايه؟ ايوه تخاف من ايه؟ هخاف من ايه؟ هتخاف من ايه؟ هتخاف من ايه؟ من ايه؟ طيب حابب بقى اتكلم النهارده عن كليه صيدله بصفه خاصه. الناس اللي حابين يخشوا كليه صيدله، في ناس عندهم طموح من هم صغيرين هم يخشوا كليه صيدله، وفي ناس الزمن بيجبرهم على انهم يخشوا كليه الصيدله. طيب هتكلم مثلا عن نفسي انا شخصيا. انا في الثانويه بتاعتي كنت حاطط حلمي ان اخش كليه طب بشري زي والدي ووالدتي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما ارادش ذلك، وجبت في الثانويه الازهريه حوالي ما يقرب من 94%. وسنتنا كان كليه طب بشري اسيوط كانت بتاخد من 95 تقريبا في المية. المهم ده نصيب ربنا كاتبه سبحانه وتعالى. وكان السنه اللي قبلنا على فكره كان كليه طب بشري الازهر اسيوط كان بياخد من 93%، وكان المجاميع نازله وكانت الدنيا بايظه، ولكن سبحان الله ربنا اراد نخش كليه الصيدله. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. اذا ده نصيب في الاول وفي الاخر، ارضى بنصيبك واحمد ربنا واجتهد في مجالك وخليك انت مميز في مجالك ومختلف عن غيرك. مش شرط ان انا مثلا اخش كليه طب يا فرحتي ان انا اخش كليه طب وابقى فاشل او ابقى انسان مش كويس، او اللي انا مثلا ابقى يعني عادي بالنسبه لي، ابقى زي اي حد. لا، اخش المجال اللي انا حابه، او المجال اللي خلاص انا مثلا دخلت كليه صيدله، دخلت كليه اسنان، دخلت اي كليه بقى اللي قدامي، خلاص ابدا اجتهد فيها وابدا ابقى مميز فيها مختلف عن غيري عشان اقدر احقق نجاحي الخاص بيا وابقى مختلف عن اي حد تاني. المهم هنتكلم بقى نخش على كليه صيدله بالتحديد. الناس بقى اللي هتخش كليه صيدله سواء كان حاببها او اتفرضت عليه، ايا كان بقى الوضع ايه. على فكره كليه صيدله من الكليات الممتعه جدا، طبعا من كليات القمه ده ما فيهاش كلام. عارف انزل يلا انزل. من الكليات الممتعه جدا في الدراسه وفي الشغل في كل حاجه، ولكن احنا هنا في مصر الكليات الخاصه خلت كليه صيدله معلش يعني قيمتها اقل شويه، او قللت قيمتها خالص عن الكليات الثانيه، نظرا ان العدد بتاعها اصبح كتير جدا، والصيادله اللي بيتخرجوا اصبح العدد كبير جدا جدا في السنه. اصبح التكليف بتاعنا خلاص تقريبا اتلغى من بدايه 2025، يعني احنا اخر دفعه هنتكلف بالنسبه للصيادله او المجال الطبي بصفه عامه، سواء كان اسنان او طب بشري او صيدله، التكليف بتاعهم اخر حاجه اللي هو 2025 خلاص كده هيتوقف التكليف. عسل يا ولا عسل شربات. والله انا ما بحبك قوي، بحبك قوي، انت بتهزر وانت حاسس ان دمك خفيف. المجالات بتاعه صيدله كتير جدا معانا، تقدر حضرتك تشتغل في كذا مجال. طيب اول حاجه من المجالات المتاحه اللي تقدر تستخدمها او تقدر تستغلها في كليه صيدله، لو واحد حلمه طب بشري مثلا كان زي عاوز يخش طب بشري، الفرصه دي لسه معموله من فتره قريبه خالص. تقدر حضرتك بعد سنتين من كليه صيدله تحول كليه طب بشري. طيب هل ده بشرط؟ بشرط طبعا. بشرط ايه اللي معانا؟ لازم تجيب 83.5%، يعني تقريبا امتياز في السنتين عشان تقدر تحول لكليه ايه طب بشري. طيب الكلام ده للاسف مش موجود في الازهر معانا، للاسف الشديد. سالت على الكلام ده وما كانش موجود معانا في طب الازهر، موجود في العام بس. تقدر تحول بعد سنتين من الصيدله تروح طب بشري، بس بترجع اولى تاني طبعا، تبقى مشكله شويه. بس اللي غاوي او اللي بيحب حاجه
بيغامر عشانها وبيضحي عشانها كتير خالص. وفي مقوله بتقول ان تصل متاخرا خير من الا تصل خالص، يعني حتى انت لو وصلت متاخر شويه مفيش مشكله، المهم انك توصل وتجتهد وتعمل كل اللي عليك وتبقى مميز في مجالك ايا كان المجال اللي انت هتخشه ايه، تبقى مميز ومختلف فيه. ثاني حاجه معانا من المجالات المتاحه، تقدر حضرتك تشتغل في المستشفيات، النظام الجديد اللي هو كلينيكال دوت، تقدر حضرتك تشتغل في المستشفيات خالص، والفرصه بتبقى احسن كتير كتير من بره. ولكن هنا عندنا في مصر الكلام ده مش بيطبقوه قوي. لو انت حضرتك هتسافر بره هيفرق معاك جامد، اللي هو النظام الجديد اللي هو الفارما دي هيختلف معاك وهيفرق معاك كتير جدا عن النظام القديم. لو حضرتك متخرج برضو عاوز تاخد كورس، بتاخد عادي الكورس معرفش ب 20,000 او حاجه زي كده عشان تاخد الكلينيكال. المهم يعني ده في المجالات بتاعتك تشتغل في المستشفيات زي مستشفى 57 مستشفيات السرطان ربنا يعافينا. تالت مجال معانا ممكن تشتغل ميديكال ريب في مصنع او في شركه، برضو فرصه متاحه وكويسه جدا ومربحه، ولكن بتبقى متعبه شويه. ويعني في ناس مش بيفضلوا الكلام ده زي برضو انا ما بحبش موضوع الميديكال ريب ده، في مرمطه شويه او مرمطه شويتين ثلاثه في البدايه، ويعني فيها قله قيمه شويه. المهم برضو الناس اللي حابين الميديكال ريب حاجه من الحاجات المطلوبه او الحاجات المتاحه معاك تقدر تخشها بسهوله. رابع مجال معانا بقى تقدر حضرتك طبعا تفتح صيدليتك الخاصه، تبدا تكبر مشروعك، تبدا تفتح، ممكن تعمل مخازن، ممكن تعمل شركات، بس الموضوع طبعا محتاج وقت كبير جدا عشان تعمل حاجه زي كده. وطبعا لازم الاساس بتاعك لازم تفتح صيدليه او تشتغل في صيدليه او تتدرب في صيدليه، ده اساس معاك حتى لو انت مش حابب الصيدليه او الصيدليه طبعا مش هتكون هي كل طموحاتك، والا هتبقى انسان فاشل. ما تزعلوش مني من الصراحه. خلاص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. لازم تبقى طموحاتك اعلى وتبقى الدنيا اعلى معاك عشان تقدر تنجز معاك وتقدر تستفيد وتقدر تفيد الناس. برضو اهم حاجه من الحاجات المهمه جدا في كليه الصيدله انك بتتعامل دايركت مع الناس مباشره على طول، مفيش واسطه ولا في اي حاجه. الناس بيقول لك بسهوله يا دكتور انا عندي كذا كذا كذا، عاوز علاج، عاوز حل، تقدر انت تتخاطب مع الناس وتتعامل معاهم بسهوله، يبقى الاجتماعيه بتاعتك بتزيد اكتر واكتر من الطبيب البشري. كل اللي عاوز اقوله لك في نهايه الفيديو، بعتذر طبعا على الاطاله في الفيديو معانا، كل اللي عاوز اقوله لك ان حضرتك تعمل اللي عليك في اي كليه تخشها. ولو حضرتك برضو دخلت صيدله وجبت تقدير كويس جدا وتعينت في الجامعه، ده احسن من اي كليه ثانيه، حتى احسن من طب البشري نفسه. احسن من طب البشري نفسه. انك تخش وتتعين في الجامعه ده حاجه ممتازه جدا، واجتماعيا بتفرق معاك وماليا وكل حاجه بتفرق معاك ويبقى احسن من اي حد تاني. اجتهد واعمل اللي عليك، ربنا يوفقك ان شاء الله. اخر حاجه عاوز اقولها في الفيديو، انا عامل يعتبر كورس مبسط صيادله بصفه عامه، عامل لهم كورس مبسط للتدريب في الصيدليه، واتكلمت فيه عن المسكنات وخلصتها في 8 حلقات معانا. خلصت المسكنات وان شاء الله هنتكلم برضو في الفيديوهات اللي جايه عن حاجات تانية او تو سي بتيجي في الصيدليه، ونتكلم عن كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله برضو هنعمل كورس خاص بطلاب صيدله من بدايه الدراسه ان شاء الله، اللي محتاج الكورس في مواد صيدله ان شاء الله يبقى يبعت لي، هبقى اسيب الرقمي بتاع الواتس على في الكومنتات تحت. لو اي حد حابب يستفسر عن اي حاجه، اي سؤال، اي حاجه، هكون معاكم ان شاء الله. اشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.